كم واحد بيفكر يعمل محتوى وللأسف بيقابل مشكلة هي اختياره للمايك المناسب. النهاردة بقى أنا جايب لك مايك أول حد يعتبر يتكلم عنه باللغة العربية هو العبد لله. المايك دوت يعني بالنسبة لي هو أبجريد لقناتي الأساسية، وفي نفس الوقت هو تقديم ليكم، ويا رب أقدر أفيدكم بالمحتوى الجديد اللي احنا بنقدمه. ومبدئيا كده عشان بس نبقى عارفين وعندنا مايك من دوت واحد فيكم هيستفيد بيه. خلينا بس لاخر الفيديو وانا اقول لك تكسب المايك ده ازاي. المايك بتاعنا النهارده فيه حلول ما كانتش موجوده في مايكات تانية قبل كده. طب ايه الحلول اللي هو وجدها؟ مش لما نعرف المشكلات الاول. المشكلات اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده، ممكن حد يقول لك مايك بويا مثلا اللي هو الام 1 ده بسلك وطويل، مايك تاني بيعمل لك سنه زنه في الكلام، عندك مايك تاني وده كان معقدني شخصيا، هي فكره انك لازم تستخدم كابلات وكونفرت عشان تركبه للموبايل بتاعك او تقدر تسجل منه. احنا النهارده بنسجل بالموبايل ايفون 15 برو ماكس، عشان نركب اي مايك تاني فلازم كونفرت ولازم بص كان الموضوع كبير قوي. طب ايه اللي المايك ده بيقدمه؟ هو بيخليك توصل بالموبايل للمايك تلقائي، مش هتحتاج لاي ابلكيشن خارجي عشان توصل موبايل بالمايك دايركت. عندك مشكله الحجم، مشكله الحجم في مايكات كتير كانت كبيره جدا، تيجي تلبس المايك تلاقيه تقيل، الماجنتيك بتاعه مش قوي، تيجي تركب المايك تحس ان انت في تهمه عليك لابسها او تحس ان في مشكله. بص المايك انا لابسه، انا مش حاسس ان انا لابس حاجه، عقله صباع حرفيا. انا اقول لك على حاجه، تخيل ان المايك الصغير دوت بطاريته 65 ملي 65، عارف يعني 65 ملي امبير، اللي هي يا دوبك ما تعملش حاجه اصلا. ولكن التقنيه اللي بتشتغل بيها المايك دوت ان هو موفر للطاقه وبيشتغل معاك. انا عن نفسي اشتغلت بيه 5 ساعات دايركت في لايف. مايك في لايف، مايك في لايف. لو دخلت لايف لاي حد قبل كده على يوتيوب فيسبوك انستجرام او تيك توك حتى، كنت لازم تلاقيه موصل المايك، موصل مايك، موصل هاند فري، موصل اي حاجه عشان يعرف يتكلم وياخد ويدي مع الناس. طب لو مركب مايك مثلا ايا كان نوع المايك، لو مركب مايك عشان لو دخل معاه جيست او دخل جوله مع اي حد مثلا على تيك توك او دخل معاه ضيف، هيعمل ايه؟ بتلاقيه بيفصل المايك ويقولك عشان الصوت ما يهيس. المايك ده الوحيد اللي بيشتغل معاك في اللايفات ما بيقولش لا، تبقى مركب المايك وفي نفس الوقت بتسمع الصوت من الموبايل، ما عندكش مشكلة انك لازم تفصل المايك عشان تعرف تاخد وتدي بنقاء، بنويز كانسليشن، باي حاجة انت عايزها هتلاقيها. انت مستوعب يعني ايه ابقى مركب مايك وفي نفس الوقت بسمع الشخص اللي معايا في الجولة او بسمع الشخص اللي بيتكلم معايا كجست في اللايف؟ انا دي ما شفتهاش في اي مايك في حياتي قبل كده، ولا حد اتكلم عن الموضوع ده او ان احنا محتاجين مايكات تكون بتدعم الخاصية دي. المايك التلسن هو المايك الاول في العالم بالنسبه لي اللي قدم الخاصيه ديت وعمل حل لمشكله ما كانش الناس واخده بالها منها او مدينها اهتمام. بما انك يا دولي مسكت علبه المايك، طب علبه المايك دي كام بطاريتها؟ بطاريتها 300 ملي امبير، والمايك الواحد فيهم بطاريته 65 ملي امبير. العلبه كلها بتشحن في ساعه ونص لو هي فاضيه خالص، والمايك كمان لو فاصل خالص بيشحن في ساعه ونص. ممكن تقول 65 ملي امبير وساعه ونص دي فتره كبيره، لا هو هنا بيديك الشحن اللي محتاجه عشان ما يبوظلكش اي حاجه. المايك هنا اوبشن الشحن الوحيد ليه هو العلبه بتاعته، البوكس اللي هنا بيديله شحن 1 امبير، اقل نسبه شحن عشان يحافظ على العمر الافتراضي بتاع البطاريه الصغيره جدا وما يسببش اي مشكله في التشبيه اللي موجوده جوه المايك. تعالى اوريكم الانبوكسنج الجميل اللي احنا مصورينه دلوقتي، اوريك تجربه المايك، اداء الاكسسوارز اللي بتكون راكبه معاه، تجربه المايك هنا في الاستديو يعني اندور، وهوريك برضو التجربه الخارجيه اللي صورناها على البحر او الدور. هوريك المسافه بتاعت المشي ومسافه البعد، وهوريك بص شويه تفاصيل تعبت جدا في الفيديو دوت، وارجع اقول لك تجربتي وارائي وانا كنت بستخدم ايه قبل كده وليه اخترت المايك ده بالذات. بص هنتكلم براحتنا بس بعد ما نشوف محتويات العلبه والمايك ده ايه محتوياته وايه امكانياته. بص هنتكلم كتير قوي، يلا بينا. دي علبه المايك بتاعنا التلسن اللي بنتكلم عنه النهارده، وحجم العلبه مش هقول لك حجم بقى المايك، احنا هنتكلم في حجم البوكس بتاع العلبه ذات نفسه. بص ايدي يعني هو يعتبر نص ايدي بالظبط. بص اهي كده اول صباعي، بص نص كف ايدي بالظبط. انت متخيل حجم العلبه بتاعته قد ايه؟ في ظهر العلبه جاي لك كل التفاصيل بتاعه الموقع والويب سايت والتحذيرات والكلام ده كله، وعندك فوق هنا السكراتش كود عشان تتاكد ان المنتج بتاعك اصلي مش مضروب، بلاش نتغفل. طب هنا نفتح العلبه بتاعتنا ونبص يا باشا. هنا اول حاجه جاي لك التلسم. بص انا مستمتع خالص بالحوار ده. بص العلبه بتاعته قد ايه؟ مدخل الشحن التايب سي من الخلف هنا، وعندك هنا 4 شرط بيبينوا لك اذا كان الجهاز مثلا مشحون، هيفصل، بيشحن، بينور، في حاجه جوه بتشحن دلوقتي.
كل الكلام ده. لما بتفتح البوكس بتاعك هنا بيقول لك ان الجهاز هنا مثلا عندك دي واصل لها كهرباء من الباور بانك اللي جوه العلبه. اما هنا ده مدخل الريسيفر ذات نفسه اللي بيبقى في الموبايل، وفيه لمبتين مش لمبه واحده، لمبه للمايك اليمين ولمبه للمايك الشمال. عندك ميزه في الجنب هنا بتاع الريسيفر انك تقدر تشحن الموبايل اثناء التسجيل بتاعك. يعني بص، عايز ايه يعني؟ كل نفسك فيها تاخده من الاختراع بتاعنا النهارده. البوكس بتاعنا حجمه صغير، حجمه لذيذ، وهنا كاتب لك الار اكس والتي اكس. تعال نبص على المايك ده كده. اولا ده حجم المايك بتاعنا، حجم عقلة صباع حرفيا. المايك هنا بينور نور ازرق ونور اخضر كده، بيقولك ان هو مش متوصل باي حاجة دلوقتي. لما يتوصل هيبدأ اللون يرسى. طيب احنا لو مثلا دوس طويلة كده، المايك هيتقفل معانا دلوقتي كده. المايك اتقفل. عايزين نشغله هيشتغل على طول. طب المايك انا خفيف جدا. المايك بقى فيه اوبشن لازق فيه. بص، الماجنتيك بتاعها قوي قوي. يعني هوريك دلوقتي الماجنتيك بتاعها ده بيركب ازاي. هو زرار واحد في المايك، مفيش فيه اي شاشات، وعندك من تحت هنا مدخل الشحن بتاعك عشان يتشحن جوه العلبه. بص جوه العلبه هنا في 3 بنات، وهنا ال3 بنات اللي جوه المايك ذات نفسه. عندك يا معلم بص كل ديت عشان تستقبل منها الصوت بتاعك. هنا بيجي مع المايك بتاعنا معانا الايه، العلبه الصغيره دي. بص خفيفه خالص برضو. افتح كده يا باشا. الكفرين دول اللي موجودين عشان توصلهم على المايك، عشان دول اللي بيعزلوا الهواء وانت بتصور، اثناء مثلا لو انت بتصور في هواء او الكلام ده. وبيجي معاها كفر كده عشان تقدر تحط فيه المايك وكل الحاجه اللي جايه معاه. وصلة شحن تايب سي من النوع الفخم. وبيجي معاها برضو جوز مشابك. جوز مشابك دول عشان انت لو لابس مثلا حاجه تقيله مش عايز تركب الماجنتيك اللي جوه العلبه او اللي لازق في المايك، فعايز تركب دول، فهيظبط معاك الدنيا. وبص يعني اقوياء جدا جدا جدا. اليوزر مانوال بتاعك بص عباره هنا يا معلم عن جورنان. بص الموضوع مش مايك صغير كده والسلام، لا ده في تفاصيل. بص في شرح كبير. طبعا المايك شكله اختلف تماما لاننا هنا ركبنا الكات بتاعته او الحته الفرو دي بتمنع الهواء، بتعلي من العزل بتاع المايك. حتى لو انت في مكان في صدى صوت سنه فهو بيلم لك موضوع صدى الصوت ده. رقم واحد. رقم اتنين، لو بتصور بشكل خارجي او بتصور في الشارع في هواء في كلاكسات في ايا كان وفاتح النويز كانسليشن، فدي بتساعد في عزل الصوت بشكل اكبر. فانا حبيت افرجك على دي الاول. تعال بص التركيب بتاع المايك انت لبسته ازاي. بص انا ما عملتش حاجه. بص البتاع حجمها صغير جدا والمايك صغير حرفيا. بص دي ماجنتيك بتاع، اسمع الصوت ده كده. بص الرزعه دي تدل ان البتاعه دي قويه مش سهله. دي لما بتعملها كده مع حجم المايك الصغير ما بتحسش المايك تقيل على صدرك. اما المشبك بقى اللي بيجي مع المايك هنا فهو مشبك بصراحه مكيفني جدا. بص عندك مكان عشان تلزق فيه يا معلم ده، وممكن تعمل ايه، هتقوم راكب المايك كده على طول. انا كده ركبت المايك في رقبتي على طول. بص والموضوع بسيط يعني، انا ما عملتش اي حاجه. والميزه في المشبك هنا انه مش مخلي المايك مهما اتحركت مش هيلزق في جسمك. فالمايك لما بيلزق في الجسم بيعمل حته لغوشه، حته الصوت بيتكتم سيكه في جمله معينه. انا مثلا كثير الحركه، انا بحب اتكلم على طبيعتي خالص. فعندك هنا المايك راكب مهما اتحركت يمين شمال، عملت بيه اكتر من حوالي 10 فيديوهات لحد دلوقتي. المايك جبار، تجربه ممتعه حرفيا. فاحنا كده مركبين المايك الناحيه دي. تعالى اسمعك بقى حاجه مهمه قبل ما نتكلم في التفاصيل التقنيه شويه. هنا احنا مشغلين دلوقتي النور الاخضر اللي انت شايفه دوت، هو كده مشغل لك المايك على الصوت العادي اللي هو الاستيريو. طب ما تيجي نشغل النويز كانسليشن ونكمل باقي الموضوع. كده النور الازرق اشتغل معاك، فاحنا كده شغلنا النويز كانسليشن. النويز كانسليشن انت ادرى مني، انت اللي سامع بنفسك دلوقتي. انا اصلا غالبيه فيديوهاتي ما بصورش بيها النويز كانسليشن، ولكن انا حبيت النهارده اوضح لك الفرق بين الصوت العادي بتاع المايك وصوته بالنويز كانسليشن او بالتقنيه اللي شغال بيها. لتشغيل المايك انت بتدوس بس 3 ثواني على زرار الباور اللي في جنب المايك هنا، فبيبدا يشتغل معاك. هو هنا اشتغل اخضر، ارى كونكشن على طول، فالصوت كده هنا شغال ستيريو وهنا شغال نويز كانسليشن. هنا زي ما انت سامع بالظبط. احنا هنا مشغلين تقنيتين. انا بحب الحركه دي قوي بالنسبه انت ممكن تعمل عزل الحروف وفي نفس الوقت تتكلم بتلقائيه وتتكلم بحريه اكتر. انا بالنسبه لي احب ان انا عندي كواليتي الصوت يبقى اكتر. في ناس بتحب تسمع فيديوهات اكتر ما بتتفرج عليها. ليه انتشر عالم البودكاست؟ عالم البودكاست انتشر لان اليوتيوب او الناس حبت ان هي تسمع كلام اكتر. ليه؟ بيركبوا مايكات وبيحطوها على بقهم وتحس ان في ايه، دقه في كل حرف بيقولوه برغم ان هم بيتكلموا بكل هدوء. لو عايز تشغل النويز كانسليشن هي دوسه واحده على المايك هنا هينور النور الازرق معانا. عايز تقفل النويز كانسليشن هتدوس دوسه واحده تاني. طب عايز تقفل المايك هتعمل ايه؟ هندوس لمده 3 ثواني على زرار الباور اللي في المايك ذات نفسه، هتلاقيه
قفل معاك. عايز تشغله هتدوس برده 3 ثواني على زرار الباور، اول ما يشتغل معاك هيديك النور كده. طبعا احنا كونكشن فهينور النور الاخضر على طول. طب لو انا مثلا عايز اعمل ميوت، حد مثلا بيتكلم او انا وشخص بنتكلم، انا عايز اعمل ميوت، عايز اعمل ميوت للمايك ده او للمايك ده، هتدوس دوستين على الزرار هنا. اول ما تدوس دوستين بس هتلاقي النور الاخضر نور كده، بقى بينور ويطفي معاك، بيعمل زي فلاش كده. المايك اللي هو دوت مش شغال، احنا لسه شغالين على المايك هنا وفاتحين نويز كانسليشن. طب احنا لو عايزين نلغي الميوت اللي هنا هندوس ضغطتين برضو، 1 2، دبل كليك كده، النور ثبت معانا، الصوت كده اشتغل زي الفل. سامعين بنفسكم. برغم ان المايك بتاعنا النهارده في زرار واحد ولكن متعدد الاستخدامات. احنا قلنا دلوقتي بنفتح ازاي، بنقفل ازاي النويز كانسليشن. عندك حاجه مش موجوده اصلا في المايكات اللي فيها اوبشنات وشاشات وحركات، الا وهي اعاده ضبط المصنع. اعاده ضبط المصنع انت بتدوس على الزرار بتاع الباور لمده 8 ثواني. 8 ثواني هتلاقي المايك فصل، اشتغل، رجع اتوصل تاني بالمايك اللي راكب او بالريسيفر اللي راكب فين في الموبايل بتاعك. طب ما تيجي اسمعكم تجربه المايك هنا. احنا دلوقتي بنتكلم بالمايك واحنا في الاستديو والمكان مغلق. طب ما تيجي نعمل حاجه تانية، نفصل المايك. افصل المايك يا ابني. كده احنا فصلنا المايك بتاعنا. بص هنا بيديك نور ازرق واخضر، الصوت اتغير، اكيد في صدى صوت انت حاسين بيه. عندك هنا برضو مهما كان النويز كانسليشن، بص بيقعد يقلب الازرق والاخضر. هنا برضو نفس النظام بيعمل لك فلاش لايت تبادلي. طب لو ركبنا دلوقتي، ركب يا ابني انت، احنا كده بنتكلم كده، احنا بنركب المايك دلوقتي والمايك كده ركب والتصوير شغال. في مايكات تانية بتبقى مثلا بتصور وحصل اي مشكله في السوكت اتهز، حصل مشكله ان حد رن او رساله جت مش عارف ايه، تلاقي الصوت قطع، لازم تفصل او لازم تشيل المايك وتركبه تاني وتعيد توصيله. هنا مفيش الكلام ده. هنا انت شلت المايك ركبته، هو بيتوصل على الموبايل، هو قاري لك على الموبايل بتاعك، وهو هنا قاري على كل الموبايلات اللي بتستخدم شاحن تايب سي ما عدا 4 فئات بس هم اللي محتاجين اديت صغير. لازم تفتح اوبشن الاو تي جي من الاعدادات. ايه هم الاربعه دول؟ موبايلات اوبو وفيفو وريلمي والايكو. طبعا الايكو ده مش موجود في مصر، فهو بيكلمك على السوفت وير بتاع الشركات عموما، او هم شغالين على انهي حته بالظبط. اما هنا بالنسبه انا بتعامل بالايفون، فبالنسبه لي مفيش اي مشكله، والصوت نقي والصوت مظبوط وسرعه في التوصيل وكواليتي في التسجيل. بص انا مبسوط. تعالى بقى نبص على الفيديو اللي احنا صورناه اوت دور على البحر واوريكم احنا عملنا ايه وجربنا المايك ازاي على البحر. يلا بينا. الصوت اللي انت سامعه دلوقتي هو الصوت الموبايل عشان نعمل لك التست الخارجي ونوريك. انت كده سامع صوت البحر والموج والهواء والكلام ده. فدلوقتي احنا هنركب صوت المايك ونسمع الفرق بين الاثنين، وهعمل لك صوت العزل برده وهنشوف الفرق بين الاثنين، وهجرب معاك برده ال 200 متر. يلا بينا. دلوقتي احنا كده بعاد عن الموبايل حوالي تقريبا 5 متر وموصلين المايك وانت سامع الصوت بتاعه الطبيعي. طب خلينا نجرب او نشوف اداؤه مع النويز كانسليشن هل هيبقى عامل ازاي. تعالوا نبدا نجرب كده. طب ايه رايكم كده؟ كده بقى مفيش صوت بحر. انا واثق من حاجه زي دي، لا هتسمع صوت البحر ولا صوت هواء ولا صوت اي حاجه. ليه حبيت اصور لكم في مكان فيه اوت دور؟ عشان نسمع استخدامك للمايك بالنويز كانسليشن واستخدامك من غيره. تعالى بقى دلوقتي نبدا نجرب ال 200 متر اللي هم بيقولوا ان المايك بيوصل 200 متر ديت. هنجربهم ونساوي مع بعض. وادعوا لنا في الشويه اللي هنمشيهم دول عشان احنا مشينا والمايك والتليفون ما كانش بيسجل، منه لله اللي كان ماسك الموبايل. يلا بينا مع بعض كده ناخد الجوله ال 200 متر ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. كده احنا شغالين النويز كانسليشن المفروض صح كده. هنبدا ناخد الجوله ال 200 متر ونشوف ايه الموضوع او الاداء بتاع المايك اثناء استخدام ال 200 متر. النويز كانسليشن اداؤه عامل ازاي؟ ده اولا. تعالى نبدا ان احنا نوقف النويز كانسليشن كده ونشوف التصوير هل شغال. تمام التصوير. يلا بينا نكمل شويه تاني. احنا كده ايه، قفلنا النويز كانسليشن وشغالين بتصوير المايك العادي. عايزين نشوف ال 200 متر بيقولوا معانا ايه. الخطوتين اللي احنا ماشيينهم دول يا جدعان ما يستاهلوش اللايك والسبسكرايب والشير ولا ايه الدنيا؟ يعني لو ناسيين حق المجهود اللي احنا بنعمله الوقت دوت عشان حضرتك ما تشتريش اي مايك وتلبس فيه، اقل واجب لايك وشير وسبسكرايب. ايه الاخبار؟ انا اهو تمام. تعالى نكمل كمان ونشوف اداؤه بيقول ايه. هنوصل مثلا لحد المرحله دي. احنا كده مثلا عدينا 100 وحاجه متر، ما وصلناش لل 200 مش قادر. فهنشغل النويز كانسليشن وهنشوف الدنيا كده. هل الصوت كده تمام بالنسبه لكم؟ كده احنا مشغلين النويز كانسليشن وهنبدا نرجع مع بعض ايه تاني. كده احنا مشينا تقريبا 100 وحاجه متر، 120 تقريبا. فيلا بينا نشوف الكلام على ايه.
كده احنا جربنا المايك اوت دور واندور. يلا بينا نشوف الدنيا بتقول ايه مع بعض ونرجع للاستديو نكمل كلامنا عن المايك التلسن ال 200 متر. يلا بينا. كده انت شفت بعينك تجربه المايك اندور واوت دور. اتمنى اعرف رايك في الكومنتات، وهل حسيت بالتغيير والفرق ولا لا؟ انت بقى اللي سامع الفيديو بنفسك دلوقتي. طبعا احنا هنظبط الفيديو ده في المونتاج، ولكن مش هنعمل اي اديت في الصوت نهائي عشان خاطر تسمع الصوت الحقيقي للمايك ذات نفسه. في ناس اتفرجت على الفيديو لحد هنا عشان هم مهتمين بالمنتج وعايزين يشتروه او عايزين يعملوا ابجريد او عايزين يبداوا محتوى جديد. ايا كان نوع الفيديوهات اللي بتقدمها او ايا كان اللي انت بتفكر تعمله، فالمايك ده هو اكتر حاجه هتساعدك. مايك تلسن بالنسبه لي هو اكتر مايك مبهر في 2025 والاحسن بالنسبه لي واكتر تطورا. اما اللي مكمل لحد هنا عشان يفوز معانا بالمايك التلسن اللي احنا شايلينه هديه ليكم مخصوص، فانا هختار واحد من الكومنتات هنا يكون عامل لايك ويكون عامل سبسكرايب للقناه عندنا، وهعلن عن الفايزين في اكونت الانستجرام. دمتم صادقين في حبكم، ويا رب افضل عند حسن ظنكم. سلام.